أيضا، فكمان بتمنى لكم صيام مبارك ومقبول للجميع. نادين، أهلا وسهلا فيك بونجور من مرة جديد. جديدة. نادين، حضرتك مهندسة معمار داخلي. صحيح. يعني لما نسمع هيك مهندس، واحد دغري بيروح على شي الرسمي ولا هيك جامد أوقات وكتير عملي. ايه صحيح. صحيح؟ بس هي الانتيرير اركيتكتشر لانه مش نعم. كتير متعارف مهندس معمار داخلي. نعم. بيقولوا له اكثر مهندس ديكور او صح. مهندس ديكور، بس مهندس ديكور هي مصطلح غلط، ما في شيء اسمه أنا مهندس بشكرك ديكور. على على ايه التوضيح، لأنه أنا كمان يعني استوضحت منك الموضوع صحيح. ليش ايه مهندس معمار داخلي. هي لانه انتيرير اركيتكتشر. مهم. وانا بذات الوقت لاندسكيب اركيتكتشر دارسة. تخرجت بال 2003. درست الاختصاص بحبه كتير، وأنا اخترته من أنا وعمري 14 سنة. من أنا وبالبريفي بيسألوني شو بدك تعملي، كنت أقول لهم مهندسة ديكور. مهم. يعني كانت اوريدي هيدا هي المصطلح موجود المصطلح، عندي، نعم. لبعدين لما درسته اكتشفت أنه آه، مش مزبوط. درست بالجامعة اللبنانية، نعم. وكانت صعبة، منا هينة أبدا. دراسة بالجامعة اللبنانية متعارف عليه أنه اسم صح. الهندسة اللي بيدرس بيقولوا يعني أنت حدا مدعوك صح. بالدراسة. مهم. وبلشت دغري بمجال الشغل. اوكي. نحن مثل ما تعودوا أمم، مستمعينا بينطروا ببرنامج غير حياتي، وحسب عنوان البرنامج بيحكي عنه. بدنا نحكي هالمراحل اللي بالفعل غيرت حياتك، أو عملت هالنقلة معينة، أو رسمت حياتك بمرحلة معينة. هلا لما كنت عم حضر أنا وياك البرنامج، خبرتيني عن كيف هالمرحلة مرحصي. بالذات، واللي هي دخولك مجال العمل. صحيح. فيها هيك إذا بدك شيء حلو يعني، مزبوط. فخبرينا إياها كيف فتي على مجال العمل. هي شي حلو هلأ، بس تنظر لها بشوف قد إيه كانت شي حلو. أنا لما كنت عم بدرس كنت عم بعمل مشروع التخرج. خيي بيجي بيقول لي إنه كنت أنا وصديقي عم يفرش من جاليري كتير معروف كان بوقتها بلبنان، وحكيت لك معهم إنه بلكي بس تخلصي بتروحي بتعملي ستاج. حلو. فأنا ما بحياتي اشتغلت، يعني كنت من الناس يعني تربيت إنه حتى خلال الصيف يعني في كانوا أصحابي يروحوا يعملوا ستاج، أنا لا، إنه كنت مم. فاكيشن ما كنت أشتغل. نعم. ما كان شخصيتي معرضة مهيئة. مهيئة للشغل والتعامل وهيك. ففعلا عملت الانترفيو وصاحبت الشغل قالت لي خلصي جامعة وتعي. مهم. فكان جاليري، هو جاليري يعني مم. منه يعني ما له يعني علاقة، ببيع مش مفروشات. ببيع مفروشات. ما يعني مش هو بيروح بيعمل لا لا، هندسة ما داخلية أو كان شيء. في يعني مش مثل هيدي ما الايام اللي كانت احنا هل، الفكرة، ما كانت صح صح. الفكرة موجودة انه يجمعوا اثنين بواحد. مهم. فانا خلصت مشروعي، كان بتذكر نهار خميس قدمت مشروعي، نهار تاني بلشت شغل. مهم. يعني ما اخذت نفس. يعني محظوظة كنت. ما بوقتها ما كنت بعرف قد ايه محظوظه، مم. هلا فعلا عرفت، يعني اكيد من كم سنه لورا عرفت قد ايه انا كان هيدا الشيء مفصل لإلي. نعم. يعني بتعرفي اللي بيبقى دارس هندسه بكون مبسوط وبده يروح يبلش يعمل ديزاين ويرسم خرايط ويشوف اشياء منفذه قدامه. انا لقيت حالي بمكان مضطرة اني اشتغل كسيلز. مم. وهو انا كنت حدا مبيعات. خجول بوقتها، يعني ما كان عندي هيدا الكاركتر نهائيا. والسيلز بدك لتقنعي اللي مقابلك بده يكون عندك هيدا الكاركتر، شخصية معينة. شخصية. فانا رحت على الشغل اول نهار شفتهم حاطين هالقماش وعم بنقوا برادي نعم. وعجقة زباين. انا بقول لك انرعبت اول نهار، قلت أول يوم. انا لوين جيت. قد إيه كان عمرك بوقتها؟ بعد ما كان صار لي 23، مهم. يعني كان بعد بدي 3 اشهر، 23 فيك تقولي، مهم. بس انه كان صار مم. بدي 3 اشهر ليصير نعم. 23. خفت نعم. لانه حسيت بدي كتير اعمل كونتاكت دغري دايركت مع الناس واقنعهم، وانا بعد ما عندي هالمهاره. مم. قبل ما تكفي، أمم. خفت. قلتي خفت. أمم. هون بيجي القرار، ايه أو بيجي شو بدي أعمل. صح. شو اللي خليك تكفي؟ شوفي انا بطبيعتي ما بحب افشل. مهم. دايما بقول عن حالي
بحب بقول عن حالي انه وين ما كبيتيني بيجي واقفه، بحب كون هيك. فقررت انه انا اصير اتحشر بالشغل، انه طب اوكي انا كيف كسرتي خوفك؟ هو السؤال. شوفي هو مع الوقت. اوكي. وخليني اعترف بشغلي، اصحاب الشغل كان كتير لهم فضل علي بهيدا الموضوع، لانه شافوني متحمسه وبدي اتعلم، حطوا ثقتهم فيي. مع اني اول فتره كنت اذا بشوف زبون فايت على الجاليري يعني مثل بعد شوي بدي اهرب، ما بدي احكي معه، خاف انه ما اقنعه. عرفتي الشعور ما كان سهل ابدا. بس صاحبة الشغل شافتني انه انا عم بسأل عن القماش، هيلي هيك هيلي هيك، فهي انتبهت لي. نعم. فقالت لها لصبية بتشتغل بالبرودكشن خلي نادين حدك تساعدك لانه حابة تتعلم. نعم. فعلا انا بعد فترة صرت اسيستنت لهيدي الصبية، وبعدها مش بكتير بأقل من سنة هاي الصبية توقفت عن الشغل وانحطيت أنا محلها برودكشن مانجر خلال سنة واحدة. بخلال سنة. خلينا لكان هيك عن جد أنا بحب ركز على التفاصيل. ايه أكيد أكيد. لأنه لما يكون شخص عم بيسمع هيك قصة بيسمعه وبتمرق. أنا صح. اللي بحبه من وراء هيدا البرنامج إنه هيدا المرحلة أول شيء عم بتقولي في ناس كتير بيتخرجوا يمكن ما يلاقوا شغل. انت كلمة من خيك صح. هي كلمة، هي سؤال عمل لك فتح لي باب كتير كبير بحياتي. ما هيك هيدا أول نقطة تحول. تاني شيء نادين الصبية اللي بعدها 23 سنة اللي تحدت الخوف. ومع هالخوف بعدين انت طورتي. فقديش هون بهاي المرحلة شو فيك تقدمي نصايح عن هالمرحلة لصبية هلأ هي بحالتك أو لأهل عندهم أولاد بهاي الحالة؟ أول شغلة حأحكي عن اللي عم يدرسوا هندسة. نعم. أنا دايما بقولها، وحتى الصبايا المهندسين اللي بيجوا بدهم يقدموا عندي وبقبلهم أو حتى ما بقبلهم، بقول لهم ضروري تشتغلوا بجاليري ولو 6 أشهر، لأنه مهارات إنك تقنع شخص بهيدي القصص، لأنه دايلي بتصير وكل يوم ممكن تتعرض ل5-6 زباين مينيموم. بمكتب الهندسي ممكن تقعد برا الكمبيوتر دغري ما تشوف ناس. هيدي المهارة إنه أنت تقنع غيرك هو بارت كتير أساسي لبعدين وقت اللي بدك تفتح مكتب. لأنه أنا هو 5 سنين اشتغلت في هيدا المكان، قلت لك بعد سنة صرت برودكشن مانجر، بعدها مش بكتير تحملت مسؤولية تقريبا الجاليري كله. هلأ أنا بسأل حالي كيف كنت قادرة، عن جد كيف قدرت. بس أنت أخذت الفرصة. أخذت الفرصة وأخذتيها، مش إنه لا وما بقدر. وشغلة تانية كتير أساسية. نعم. أصحاب الشغل شافوا فيه حدا أمين، كانوا صدقيني يسافروا على أمريكا ليجددوا أوراقهم وهيك، وسافرت أمريكا بدها 2-3 بتعرفي. كنت أنا أتحمل مسؤولية بتعرفي عم بتبيعي أرقام. تحملت هيدي المسؤولية وصاروا يتكلوا علي هني وموجودين، خلص ريحوا راسهم. عشان ما طول كتير كنت عم بحكيكي عن المهندسين، ضروري إنه كمهندسين تشتغلوا بهيدا الدومين كسيلز. هلا السيلز المتوفر عنا او اللي له علاقه باختصاصنا عم نحكي فرنتشر يمكن او شيء تاني. وهلا الجاليريات صارت كلها إلها علاقه بالهندسه، صاروا بيروحوا بياخذوا قياسات. هلا كل الجاليريز بيكون فيهم مهندسين ديكور. صح. ولا اللي عم يدرسوا بشكل عام ما تستصغروا وظيفه. نعم. لأنه ما بتعرفوا هيدي لوين توصلكم. واو، عظيم الرسالة. لأنه بتطلع بالكاميرا وبتوجه لنا الرسالة. أنا بلشت بمكان بارت كتير كبير من المهندسين بيستحوا يشتغلوا فيه، وأنا يمكن قلت بدي شوف، يمكن لو عندي كان فكرة عن المواضيع يمكن الإيجو تبعولي قال لي لا ما تشتغلي بهيدا المحل. بس هيدا المكان عمل مني انه انا يصير عندي الجاليري اللي إلي، لانه اخذت خبرة كتير كبيرة بمجال الفرنتشر، وصرت اخذ كل بروجياتي from A to Z interior architecture للفرنتشر وكل شيء خاصه بالبيت. حبيت جملة ما تستصغروا الفرصة.
اللي بتجي حتى لو شو ما كانت، يمكن فرصة صغيرة بس تفتح لنا مجالات يمكن كتير. بالبيت، يمكن ستات بيوت خايفين يبلشوا. وهلا صار كمان المجال اوسع واوسع، وخصوصي 100% مع السوشيال السوشيال ميديا، ميديا. وصار في، وما فيني اقطع انا وياكي من دون ما نحكي شوي عن السوشيال ايه ميديا. ايه بدي اقول لكم انه نادين عندها صفحة سوشيال ميديا كتير حلوة، فيها معلومات رائعة صراحة. مش بس هيك، مش بوجهك عم بحكي. اوكي. كتير كتير بتقدم المعلومة بطريقة سلسة. يعني الإقناع تبعك مش تقيل، يعني شو ما كانت الفكرة اللي عم تحكيها بتمرق هيك، يعني والله إلا يا أما بدنا نسأل يا أما بدنا نقتنع. فكمان هيدي مهارة إضافية. هيدي انسبق وحكيت عنه الموضوع. هيدا لأنه أنا بقول المعلومة لأني مرقت فيها، لأنها صارت خبرة. بتعرفي غير ما تكوني أنت عم بتفتشي على موضوع تحكي فيه وتفتشي على صياغته كيفك تقوليه، وفرق ما أنه أنت تقولي أنا صار معي 1 2 3 هيدي 1 2 3 أوتوماتيكلي رح تطلع طبيعية. والعالم صارت بتلمس الشخص صدق. الطبيعي من الشخص اللي عم بجرب يتصنع ليوصل المعلومة. فهيدي بكل بساطة ليش أنا على السوشيال ميديا العالم هيدا حبتك حبتني. الحمد قوليها. لله الحمد لله. وأنا الحمد لله طبعا. أنا يعني صراحة دايما بقول إنه السوشيال ميديا حتى نحن كإعلاميين عم بتساعدنا نتعرف على أشخاص عندهم كفاءات مظبوط. حلوة، وأنت واحدة من هالأشخاص اللي Thank you. شفتك على السوشيال ميديا. صحيح. وبالعكس يعني، وهلأ على فكرة نادين عطتني نصيحة لإلي كمان. رح اعمل ضروري فيها، ضروري. رح امشي بنصيحتك نادين. وقديش حلو الانسان اللي عنده خبره ما يكون بخيل بعطائه طبعا. بالمعلومه، هيك يلفت نظر الشخص على شيء. هيدي صح. شيء انا كتير هيدي في حلو. مره حدا قال لي اياها انه انت عم تعطي كل هالمعلومات، طب ما في غير مهندسين عم ياخدوها. قلت لهم ياخدوها، يعني ما بالنهايه في اجيال قبل. انا المهندسين اللي معي بالمكتب بعلمهم، بقول لهم يوم من الايام انتم حيصير عندكم مكاتب، انا حشوف حالي فيكم صح. انه انتم بلشتوا معي. مثل ما انا هلا كتير بحب التقي بهول الاشخاص اللي تعلمت منهم الفرنتشر ديزاين والهيدا، وبحب اقول لهم ثانك يو، لانه دائما بذكرهم، لانه عن جد بحب اقول لهم ثانك يو انه فادوني ووصلت للي انا وصلت لهم. فلا ليش بدنا نبخل على عظيم. انا بدعيكم طبعا انه كمان تتابعوا اللي بعد مش متابع نادين. في عندك شخصيه، في عندك الصفحه فيجن انتيريورز، فيجن انتيريور، في عندك اكيد صفحه نادين درويش. نادين درويش. طيب، اول مرحله تقريبا هيدي اول مفصل كان، اول هيك تيرنينج بوينت يعني. صح، كان فيك تسميها بحياتك، turning point. ويمكن هي كمان اثرت على مراحل تانية صحيح بحياتك. صحيح. نادين كمان خبرتيني انه تبعتي شغلك بعدين تزوجتي. صحيح. ومن بعد هيدي الفترة كمان في عنا مرحلة كانت مفصل تاني. مزبوط. شو هي كمان المفصل الثاني؟ انه انا كنت بعدني كنت هون موظفة بهيدا الوقت. المفصل الثاني لانطلقت صرت بشغل لحالي. هي كانت حملة. انه انا لما ولدت قعدت فترة بعطلة الأمومة، فقربت العطلة لتخلص، وكان ولدت بالشتاء، فكان الوضع شوي هيك بتعرفي شتاء وقاسي وبيبي. فكرة انه انا وين بدي احط ابني وانا بوظيفة ولازم اروح من هيدا الوقت لهيدا الوقت، كانت كل الوقت عم بتدور براسي. وصلتني انه ما تحملت الفكرة انه انا بدي اخد ابني كل يوم ظهره من البيت حطه عند سته او بجاردوري او محل ايا كان بهيدا الوقت اللي انا ما الفكرة ما تقبلتها. ما كانت ظابطة معي ابدا. فاخدت القرار انا وبالبيت يعني انه انا خلص بعثت لهم ايميل انه انا ما بقى حانزل على الشغل، وشو بدكم انا بدي سلمكم اوريدي. يعني انا ما يعني تعرفي قبل ما وحده تولد بتكون عامله حساباتها انه بدها في قصص ما تكون علقانه وهيك. بعثت الايميل سوري،
وما بتصدقي شو ارتحت لما بعته هالإيميل. يعني فينا نقول الأمومة. ايه صح، انه خلتني انا اخد قرار. قلت انا كمان صار عندي خوف انه طيب اوكي، بتعرفي اللي عنده وظيفة بيكون عنده مدخول ثابت. صح. فكان عندي خوف انه طيب اوكي، بلكي انا ما قررت اشتغل لحالي، بلكي ما قدرت اطلع قبل ما ندخل على هذا الموضوع اللي كتير مهم واكيد عندك رسالة فيه. صح. هو القرار لما بدها تاخده الام. اوكي. اذا كانت موظفة وعندها وظيفة بتعتمد عليها عائلتها، يعني أسرتها. صح. فمنا سهل. صح طبعا. يعني مش قرار سهل ومنه قرار خاطئ ولا يعني مش خاطئ. صح. يعني كل ام عندها ظروفها. طبعا يعتمد على نوع شغلها. يعني انا كان عندي بديل، انه انا مهندسة. نعم. بقدر اخد شغل على حسابي انا وبالبيت، يمكن انزل يومين بالاسبوع بدل ما اضطر كل يوم من الصبح اظهر من في ناس لا ما عندهم نعم. بديل. نعم. بياخدوا وقت. انا قدرت اخذت القرار خلال ايام يمكن. نعم. بلحظتها. غير امهات مضطرين يلاقوا بديل، بدهم يمكن شهر شهرين. نعم. سنة. نعم. بس بياخدوه. عم بحكي هيدا الحكي ايه. حتى ما ولا ام تفهم او انه هو ضروري انك انت تتركي. لا يعني لا انا لا. بتمنى نصير مثل بلاد تانية والام تاخد فترة سنة سنتين في بتمنى منهم. هيدا صحيح. الشيء. ولكن عن جد بالظرف اللي نحن عايشينه انا بقدر اتفهم انه الام تضطر تحط ولادها يمكن مع حدا لحتى تقدر تكفي صح. شغلها. ومنها هيني عن جد. أنا بعتبرهم هول الأمهات اللي بيكونوا قبل ما حتى يقرروا إنه يجيبوا الولد عم بفكروا إنه طب أنا وين. يعني قديش عن جد إنه هول الأمهات قوية وعن جد بنوجه لهم تحية. يمكن أنا صحت لي الفرصة أو اختصاصي كان سامح لي، غيرنا مش سامح لهم يعني. صح. ايه. فهيدا كان تاني مفصل، انه انا لانطلق وصير فريلانسر ما بقى ارتبط بوظيفة. وكل خوفي اللي كان انه انا ما اقدر يجيني المدخول ما كان له اساس، لانه مثل ما بيقولوا بيجي الولد وبيجي رزقته معه. كانت كتير الحمد لله مزبوطة. يمكن الانسان لما هيك ينفتح على الموضوع فما ما بتسكر عليه exactly. يمكن النية كانت منيحة فاجاني على قد نيتي. قدي يعني الام حلو تعيش الامومه وما تخلي هالمرحله من حياتها تمرق هيك بدون ما تحس فيها. مرحلة الأولى. إيه طبعا. أنا خاصة لأنه أنا ولدت بالشتاء وولدت كمان قبل وقت موعد ولادي، فكانت شوي صعبة الشغلة. كانت يعني عندي ظروف صعبة خلتني كمان شجعتني أكتر إنه أنا أخذ هيدا القرار يعني من أهم الآراء طبعا. يعني كمان غير لي حياتي المهنية. نعم. نعم. عدا عن أول مرة إنه أنا فتت بشغلي يمكن أنا ما كنت مفكرتها لمصلحتي. نعم. طلعت كتير لمصلحتي. تاني قرار عرفاني في مصلحة لابني، بس كمان طلع في مصلحة كتير كبيرة لحياتي المهنية، لأنه أنا من بعد انطلقت كتير انطلاقة كبيرة. لا بعدني لحديت هلأ الحمد لله. يعني الحمد لله. يعني دايما بنقول الحمد لله. الحمد لله. طيب هون كمان أنت صرتي بقرار تاني. أول شيء مثل ما قلنا أنه قرارك كان لأنك صرتي أم طبعا. صح. يمكن لو ما في ولد كنت يمكن ضليتني موظفة. صحيح. طيب القرار الثاني انك انت ترجع على شغلك. هون كمان هيك خبرينا شوي كيف اخذتي المبادرة انك ترجعي انك تشتغلي لحالك؟ ما كان فيها خوف؟ شوفي اول شيء كان خوف، بس لما مشيت الامور شوي شوي صار يجي الشغل. لا راح الخوف. صار بس كيف بدي اقسم وقتي. يعني صرت اول فترة اول كم شهر انزل يومين بالأسبوع بس، وحتى يومين انزل مثلا ساعتين 3 بس إذا عندي موعد. لدرجة إنه أمرار كنت في عندي زبونة اجت لعندي على البيت لتختار لا احكي أنا وياها بالديزاين ونحكي كل شيء، لأنه ما كنت قادرة. فخلص كل إنسان بحسب هو شو ظروفه بيقولوا برجلج أموره. شو قالوا لك اللي حواليك بس قلتي لهم أنا بدي وقف شغل؟
اول شيء ما اعطيت حدا خبر يعني، بس انا أصحاب وزوجي المحل. بالبيت كنا. ما اعطيت خبر لحدا، انا بعت الايميل وخلص لانه كان قرار نهائي. اوكي، ما اخذتي رأي حدا، امك، رفيقتي، لا لا اختك، لا ولا لا، شيء؟ لانه كنت انه اوقات عارفه. المحيط كمان بيأثر فينا وبقراراتنا. شوفي انا من شخصيتي مش هيك، انا شخصيتي وقت اللي باخد قرار باخده، يعني مش كتير بسأل او بنطر، عرفتي، الا اذا محتارة كتير. بس لا، بوقتها كنت عارفة خلص انه هيدا الصح. مهم. آه ايه، فقطعت مرحلة والحمد لله يعني. كنت مهم. دايما اقول انه منيح اللي عملت هيك، منيح اللي عملت هيك. مهم. و... والحمد هي لله. النية مثل ما قلتي أول شيء. طيب، كمان مش بس لا نقطة ولا اثنين، أكثر من نقطة أكيد غيرت حياة نادين. أنا ليش بحب نحكي هالقصص اللي بعض الأشخاص بيقولوا إنه إيه عادي، في كتير أشخاص بيصير معهم هيك. صح. اللي ما بينتبهوا له الأشخاص اللي بيقولوا هيك هو إنه بيكونوا أصلا مش منتبهين بعد ما جاي بدي لهالمراحل اقلك. اللي مرقت بحياتهم، وفي منهم اللي أكتر ناس بتقول ما فيها شيء هالقصة، هن اللي مش عارفين يستفيدوا بعدني بدي من اقلك، يمكن هالمراحل. انا بكل هيدي الفترة ما كنت منتبهة شو صاير معي. هلا امرار مش من زمان عم بحكي مع رفيقتي، عم قلها بتعرفي بقعد براجع كل انسان اللي مش بس انا، يعني مش لما نعم. نكون عم نحكي مثالية، كل حدا يراجع كل احداث حياته، حيلاقي في شي ما كان حابه، او كان كتير رافضه، او كتير كان زعجه، أو خايفين او خايفين منه، هو سبب شي نجاحه. حلو. واذا راجع حياته ولقى حاله بعده تعبان، معناتها في شي ما عم يعرف يستفيد منه بالحياة. عرفتي؟ عظيم. فايه مثل ما قلتي 100%، انه ممكن في ناس تقول ايه انه عادي بتصير، ما انا يوم من الايام ما كنت بنتبه للي عم بيصير معي. بس رجعت قلت لنرجع للنقطة الاولى، انه لاني انا انحطيت بوظيفة معينة، يمكن غيري ما استغلها، صح، يمكن غيري كان اشتغل فيها ومرقت الأنظر. مرور الكرام. أنا نعم. كنت عم بشتغل بهيدا المكان. أنا حظي كان منيح، يمكن أنا عندي الهمة إني استفدت منها. عملت اليوم إنه أنا معروفة بمجالي بالهندسة وبالفرنتشر. نعم. لأني اشتغلت بهيدا المكان. يمكن لو بلشت بمكتب هندسي ما كنت هلأ في أنا كثير هيك. اشخاص انه انا مهندس بدي اشتغل بمحل هيك، يعني بعدها لهلا الفكره، صح. بعدها لهلا يعني. او حتى مثلا انا مهندس بدي احكي على السوشيال ميديا، او انا مهندس. مزبوط ما هيك مزبوط بدنا مزبوط. نحكي بعد شوي عن اكثر بعد عن السوشيال ميديا، إيه. لانه شغله كثير يعني ضروري نحكي عنها صح. بهالايام. وهي يمكن صارت اكثر من ما انها موازي للاعلام، صارت هي ضرورة. هي ضروره، يعني اذا بدك مزبوط. للناس اللي هيك يعني بدها تعرف عن كل شيء، صح. كبار صغار كله بده يروح على السوشيال صح. ميديا. بس انا بدعيكم كمان ضلكم تسمعوا اذاعتنا، لانه اللي بينحكى، التفاصيل اللي بتنحكى هون مزبوط. ما رح تسمعوها على السوشيال ميديا. مزبوط. نادين كمان في مرحلة كتير أساسية، صح. وهي قريبة جدا، وكتار من اللبنانيين كمان مرقوا فيها. فأنا حابة أسمع تجربتك بهالموضوع. فشو هي المرحلة الثالثة اللي بدنا نحكي عنها اليوم؟ اللي هي كانت قاسية، يعني غير نعم. عن هوليك التجارب، اللي هي مش من زمان صارت بالحرب. نعم. آخر نهار حرب قبل ما كانوا بدهم يعلنوا وقف إطلاق النار، أنا ما كنت بلبنان، كنت بالكويت. كنا سهرانين كل الليل عم نشوف، عارفة الضربات قويت كتير على بيروت. نعم. وعم نتابع وين هيدي الضربة وين هيدي الضربة. نمت أنا شي الساعة 11:30، خلص إنه حنفيق الصبح شوف إمتى بدي أنزل على لبنان. أنا أوريدي كنت بشغل، يعني ما سافرت لأني كرمال الحرب، أوريدي كنت بشغل بالكويت. فقت الصبح بكير بلاقي مسج من رفيقي بيقول لي نادين جاي انذار بالمبنى قريب من صالتك. أوه. فأنا طلعت على الخريطة، شو قلت له هيدا مش مبنى، قلت له هاي مبنى الصالة عندي، مبنى المكتب. ايه.
طلعت فتحت قعدت عد البنايات، يا عمي لا هاي هي المبنى، ذات هاي المبنى. البناية اللي أنا شغلي فيه. كان إحساسي كندي بهالوقت؟ ليكي ما كان في إحساس ما كان في إحساس معين غير إنه أنا بدي أعرف إذا انضربت الضربة. يمكن كان عندي إنه لا ما انضربت، إنه ما إجاني ولا خبر من حدا، بس هو اللي قال لي. فأنا قمت على الجروبات إنه بس رفقاتي صبايا هيدي الضربة إجوا حدا انضربت كذا. وحدة من رفقاتي بتبعت تقول إيه انضربت، وبتبعت الفيديو هو الصاروخ نازل، وبتبعت صور للمبنى، وشفت الأرمة تاعيتي فيجن عم تنزل. متعوجة. وطلعت هيك، أنا كنت عند خيي يعني بالكويت، فوقت اللي فقت عم قله إنه انضربت هون، سمعت بالأخبار؟ قال لي لا. فهو فات عم بحضر حاله على الشغل، اجا قال لي شو؟ قلت له هيك التليفون. قلت له راحت الصالة. فاجا باسني براسي قال لي المهم انت بخير وكله بيتعوض. انا بلحظتها ما عملت ولا رياكشن، ما عرفت انه عم بتطلع هيك على الصورة، ما مستوعبة شو عم بيصير. يعني انه فايقين على اساس انه خلص بدنا نخلص. معك هلا عم يحكوا قديش ايه يمكن عن جد مرحلة مش ايه. وانا مستاهلة. اللي بدي اقوله انه هيدي الصالة تعبنا فيها كتير، وكان ما كان صار لي 6 أشهر عاملة الأوبننج، آخر أوبننج لإلها. نعم. وعاملة كل الانفستمنت اللي عملته بحياتي، الشغل حاطة فيها. كنت بعدنا يعني مخلصتها ومبسوطة فيها، ومثل ما بيقولوا بده يبلش الواحد يقطف تعبه. نعم، لأن خسارة مادية كبيرة. خسارة مادية، كانت بس إنه بقلك بكيت شوي، بس يمكن حدا محلي، ما بدي احكي مثاليات بس هي عن جد هيك، حدا محلي يمكن كان انهار، قعد بكي، قعد ليه هيك. انا لا، انا دغري اجاني شعور انه اكيد في شيء احسن حتى الله اخذها. بعدين على هول المجازر يعني اللي صارت صح. بوقتها، صرنا هيدا عم اللي نشوف فكرها انه اذا نزلت بناية ولا نزل مزبوط. شيء ولا شيء قدام الضحايا، يعني صح. قدام الشهداء اللي هيدا اللي انا قلت انا انه كل اللي بحبهم بخير، اهلي بخير، ابني بخير، اصحابي كل قرايبيني. في ناس عم بتقول خدوا كل شيء بس رجعوا لي هيدا الشخص. طبعا. فهيدا اللي بقلك هيدا اللي صبرني. يعني انا ما بعتب، بليتني فترة اقول انا معقول بعدني ما عملت ردة الفعل اللي لازم اعملها، انه معقولة انا هيك بلا في. انا بليكي ما بكذب عليكي، في ليلة وحدة كانت شوي هيك قاسية علي، بكيت كتير فيها، بس هي هاي يعني كنت ضلني عم قل لهم مساء اخواتي حكيوني، لانه انا ما كنت بلبنان، يقولوا لي انه نادين الله بيعوض انت بخير، يعني يحكوني وهن عم يبكوا، هن عم يبكوا. فانا صرت اقول لهم ماما حكيتني، بتقول لي ماما الله بيعوض، قل لهم يا عمي اكيد الله ما عنده الا الخير، اكيد اخذ هيدا الشيء بده اياني روح على غير محل. عن جد كان عندك هذا الشعور من جوا؟ عن جد واحد يعني كيف بيجي هيدا الشعور عند الانسان؟ من وراء تجاربي بالحياة. عقد ما صارت معك قصص واكتشفتي انه لصالحك اجت بالاخر. مشان هيك انا دايما بقول لهم انه راجعوا شو بصير معكم بحياتكم، حتلاقوا القصص اللي ضايقتكم كتير وجعتكم هي كانت مفصل لشي منيح. يعني أنا صراحة مثل ما قلتي قبل شوي، لما نكون يمكن تكون هيك عم بسمع أقول إنه معقول إنه كتير مثال اللي عم تحكي إنه ما بكيت، ما قالت شو هالحظ، ما قالت راح تعبي، ما راح أقدر كفي. يمكن أنت لما كنتي عم بتجمعي بين المصاري كنتي بعمر أصغر، كل هول أنا أكيد بكيت، بس ما قضيتها منهارة، أكيد اتضايقت، ولكن الشعور اللي كان مسيطر أكتر إنه لا، في شيء منيح من وراها. نعم. في شيء منيح فعلا، شعور كان كثير مسيطر علي، واللي بيعرفوني وقرب مني بيعرفوا إنه هيدا الحكي صح منه مثالي. نعم. والدليل إنه أنا ضليتني عم بطلع على السوشيال ميديا، ما وقفت من بعد الحرب طبعا. إيه يعني من بعد ما وقفت الحرب أكيد. دغري شي نزلت على لبنان. رحتي شفت المكان؟ ايه، وبعدني لهلا بروح بشوفه وبمرق عادي، بمرق وبقول انه خلص عطاني شي حلوة وعطاني انطلاقة حلوة هيدا المكان، وشكرا وخلص، وبلشت بمحل جديد.
ما كانت هينة أبدا أبدا أبدا، وبعدني لهلأ منا هينة، وبدها شوية وقت لقدام. طيب خليني كمان استفيد من وجودك، بما انه عن جد هالخبره اللي عندك اياها، يعني صار فيك نادين تساعد الناس بهيدا المجال بالذات. يعني كيف نحن فينا نخلق هيدا الشعور اذا نحن بالفعل بقلب المصيبه مثل ما بيقولوا؟ بعدنا بحكي عن المصيبه الماديه، يعني ما بسميها مصيبه، مزبوط. كمان هي مشكله، هي يمكن شيء. كيف فينا نحن ننمي هيدا الشعور؟ يعني للاشخاص اللي هلا مثلا يمكن بعدهم لهلا ما قدروا قاموا من وراء يعني بيوتهم تهدمت او اشغالهم تهدمت بايام الحرب. صح. شو بتعطيهم نصيحه؟ شوفي، هو منا شاغلة سهلة ابدا، ولكن اللي بده يضل الواحد يقول انه انا اللي عملت هيدا الشيء، ما هو اللي عملني. انا لاني عندي الناس بتحب شغلي، والناس بتعتبرني بشتغل معهم صح وصادقة معهم، حتلحقني وين ما اكون. مش لانه راحت الصالة حيوقف شغلي. نعم. حامرق، عارفة حالي كنت حامرق بفترة صعبة، وبعدني عم بمرق فيها، اكيد عم تخف يوم بعد يوم، لانه نحن رجعت انطلقنا مش من الصفر، من تحت الصفر. عرفتي؟ لانه ما بقي شيء، كله يعني انجرفت البنايه كلها، ما بقي شيء. كان عنا امل لانه نحن كنا شوي تحت الارض، انه ممكن ما يكون هبط السقف لتحت نقدر نطلع شيء. ما طلعنا الا الخزنه لانه فيها بقلب الوراق. اوكي. هيدي الوحيده اللي قدرنا نطلعها. شيء عظيم. فالعالم اللي بدي اقول لهم اياه انه شغلكم انتوا اللي عم تعملوه، يعني انا اللي عم صمم، انا اللي العالم عم تجي كرمال شطارتي، ما عم تجي لانه انا عندي شوروم. هاي الشوروم ترجعوا بتقدروا تعملوا غيرها، او وات ايفر هو الشغل يعني اللي كان. بدهم يضلوا يآمنوا بهيدي، لانه عن جد مش عم نحكي مثاليات. الانسان هو اللي بيعمل الشغل، والدليل عبر كل هالوقت انه كل واحد راح شغله او راح بيته وقعد يبكي عليه، بتلاقيهم تاني نهار حتى لو ضلوا فترة تعبانين بتلاقيهم بدهم يرجعوا. ما هيدي الحياة بتكمل طالما الخسارة مادية. شو الدافع أكتر شيء لإلك نادين للاستمرار؟ للاستمرار انه ارجع اوقف على اجري. شو الدافع اللي انت، او بعد شو هدفك اذا بدي اسال؟ اول شيء ابني. لو شو ما بدي اعمل كل يوم كرمال ابني. نعم. وما في حدا فينا ما بيقوم بيوعى الصبح بده يشتغل إلا بده يطلع مصاري ليعيش بكرامة. نعم. فما فيك تقعدي محلك وتنطري الشغل ليجيكي. بدك تقومي وتحاربي وتمرقي بوقت صعب وتغيري نمط حياتك بجزء معين لتقدري ترجعي. والحمد لله الحمد لله أنا اليوم رجعت عملت بفيجن، عملنا أنا وشريكي، رجعنا مكتب حلو وشوروم حتى لو أصغر، بس بالنسبة لإلي مبسوطة فيها أكتر بكتير وحاببتها أكتر بكتير. وأخذت بلوكيشن جديد، الناس مبسوطة فيه أكتر. صار عندي أكتر، صارت تعرفي كمان غير اللي كانوا تحت، وصار في يوصلوا له بكتير مناطق من قبل بلبنان، من قبل ما كانوا يقدروا يوصلوا. عن جد اجت لمصلحتي، حتى لو بعدني عم بمرق بوقت صعب. بس هيدا الوقت حيمرق، يعني ما حيضل. عرفتي؟ حتى لو أنا صار قديش خالصة تقريبا 1.5 سنة الحرب، ما بعرف قديه بعد حيضل هالوقت، بس إنه حيقطع. حأرجع أتذكرون، حقول تتذكري مثل ما في ناس هلأ بتتذكر أيام حرب قبل وأيام الحرب الأهلية. حأتذكرهم. قديش حلو إنه الإنسان يتذكر إنه هو ما استسلم، وإنه هو يمكن ما انكسر، وإنه هو بالموجود مثل ما قلت بالأشياء اللي موجودة عنده رجع قدر. على سيرة بالموجود بدي أقول لك شغلة. أنا هلأ من بعد الحرب، من بعد أول ما أخذنا اللوكيشن، أخذت اللوكيشن هو عبارة عن محلات، كانوا محلات تياب. فأنا بحكم شغلي بعرف دغري لما أشوف السبيس لوين بدي أوصل. لما اجوا مثلا اخواتي وما كنت قادرة دغري نبلش، ما كنا قادرين دغري نبلش رينوفيشن ونظبط، كنا مجبورين نقعد. بدها بادجت مثل ما هو المكان. وقعدنا كذا شهر بهيدا الشيء. انا ما كنت مزعوجة، رغم انه اذا اللي بيشوف كيف كانت الشوروم تاعيتي وكيف كان المكتب وين قعدت حينصدم. واخواتي وقت اللي اجوا، وعندي حدا من رفقاتي محمد، وقت اللي اجا
هو ورفيقتي التانية فرح، أصحابي بالجامعة كتير كتير قراب لإلي، قاعد ومضايق، حسيت من الدمعة المكان بعيونه. او قال لي لانه أنا وين كتير، صرنا؟ لأنه شيء إنه اعتبر إنه أنا وين كنت وين صرت. امم. قال لي نادين أنا كتير مضايق هلأ. قلت له ما تتضايق، أنا عارفة لوين بدنا انت نوصل. اللي أنا تخيلي امم. يعني، عن جد قال لي حرام إنه يصير فيكي هيك. فهلا انا عم نقلي انه ايمتى محمد بدك تنزل، بدك تشوف كيف صاروا المحلات، ايمتى بدك تنزل بدك ضروري تشوف محمد، ضروري. بدك تروح تشوف الشوروم فهلا الجديد. ايه بدك تشوف شو عملت نعم. فيها هيدا المكان اللي كانوا هن المحلات قدام كتير وصار لهم زمان مش مشغول فيهم، والبلاط مكسر والباركيه مكسر. هلا ان شاء الله انت بتزوريني وبتشوفي شو ان عملت شاء الله فيهم. اكيد، بدها كل اللي اكيد عندهم يعني اي شيء استشارة او اي شيء حابين نعمل لك دعاية. مش اهلا عايزة دعاية، وسهلا. مش عايزة دعايتنا نادين لا صدقوني. ثانك يو الك. طبعا نادين، رجعتي على النقطة الأولى. إذا لاحظتي إنه لما بلشتي شغل أنت وصغيرة فتي بمكان مش مفكرة فيه، مزبوط. وبمكان يمكن مش إنه مهندسة ما أشتغل بمحل، رجعتي عملتي نفس الشيء مرة تانية. على يعني اصعب أنت هالمرة. أخذتي أصعب بكتير. صح. يعني أخذتي مكان يمكن أنت مش من المستوى، أو ما بعرف شو صح تسميها. صح. فقديش الأوقات ايه ايه يعني الشيء انا بيتكرر امرار بحياتنا. ناس يشوفوني على السوشيال ميديا، يمكن لما بدهم يجوا على المكتب يستغربوا، لانه خلصنا اول جزء هيك صغير لنقدر نستقبل الناس، بكان كتير صغير. يمكن شوف بعيونهم انه لا، انه نحن مفكرين انه انا استبق شي الموضوع، يعني. اقول له نحن راحت الصاله تاعيتنا وهيدا هلا عم نعمل وقريبا حنخلص وكذا وهيك، عرفتي؟ هيك بصير في تعاطف اكثر كمان. إلى يمكن. انه يعني انا الناس اللي بتعرفني بتعرف مع مين بشتغل واي بيوت بعمل، فبيتوقعوا يجوا يلاقوا انه المكتب واو، الفخامة عرفتي؟ يعني. فالحمد لله الحمد لله رجعت عملته مثل ما انا بدي. رح يصير احلى واحلى. طيب حاستغل اخر فقره انه نحكي شوي انا وياك عن موضوع السوشيال ميديا. ايه كنت انا حاطه سؤال انه هل نادين درويش على السوشيال ميديا هي ذاتها نادين درويش بحياتها الطبيعيه؟ انا بقول لكم انت ايه. انت جاوبيها. كتير ايه يعني. يعني نفس الشخص، ما في عن جد مثل ما قالت بالاول، يعني طبيعيه وعفويه وهي ذاتها. يعني مش ثانك يو. قد ايه هيدا الشيء مطلوب بعصر نحن فيه اسمه عصر المظاهر، عصر التمثيل، مزبوط. عصر يعني مزبوط. كتير هيك. شوفي مش مطلوب، هو it's a must. يعني إذا مش موجود إنه اللي عم يطلع على السوشيال ميديا عم يطلع يحكي عن جد بكاركتيره الحقيقي اللي موجود هو بين الناس وبين ما رح ينجح. يمكن ينجح لفترة معينة ويرجع ينزل. نعم. وانت اكيد حتكوني منتبهة لكتير ناس طلعت صح. بس لانه عم تعمل كتير مجهود لتقنع العالم، بعد فترة خلص العالم قديش انت بدك تضلك تتصنعي. صح. انا كتار بيسألوني انه بالسوشيال ميديا ما بتنزلي شغلك. بقول لهم انا هدف السوشيال ميديا مش لفرجي شغلي، انا هدف السوشيال ميديا للناس تعرفني، تعرف مع مين بدها تشتغل، تفهم عقلاتي، ترتاح انه هيدا المهندس ايه قادر يستلم لي بيتي او قادر يستلم لي، وهيدا الحمد لله قدرت حققه. لانه انا 3/4 اذا مش 90% من الناس اللي بيجوا لعندي بيقولوا لي نحن اقتنعنا بكلامك. وفي منهم كذا حدا بيسلموني الشغل منبلش ديزاين ما بيسألوني عن ما بيكونوا شايفين اشغال ما قبل. بيكونوا شايفين. القد في ناس لا بس- بتطلب طبعاً. اكيد بيجوا على المكتب وبفرجيهم الشغل وعلى الكمبيوتر. بس انا لقيت انه اللي عن جد جدي لا بيحكيني وبيقول بدي اشوف شغل وبيجي على المكتب. فرق ما انا اكون بس عم نزل شغل، لا فضل استثمر هيدا الوقت على السوشيال ميديا للناس تعرفني وترتاح. بس ترتاحي للشخص اوتوماتيكلي حتلاقي حالك انك تحكي مثل ما بترتاحي لدكتور عم عرفتي حدا بالتغذية، شيء أي شيء. إذا أنت عن جد حسيتيه عم يحكيهم مزبوطين مش عم يحكيكي مثاليات، رح تحكي. صح.
فهيدي هي. وقديش يعني مثل ما قلتي بندخل الحياة اليومية، حياتنا اليومية هي الكونتنت، يعني هي محتوى ايه للسوشيال ميديا. يعني ايه هيدي نصايح للناس اللي صح. حابين يبلشوا، مش عارفين كيف بده يبلشوا، بدهم يستغلوا وجود السوشيال ميديا. فنحن عم بنقدم هالنصايح لحتى يعني اللي مش عارف كيف بده يبلش يقدر يبلش. هي شغلة كتير بسيطة، من مثل ما قلتي من حياته اليومية، يعني بأي مجال اللي كان. نعم. شو ما بيمرق معك بالشغل أمرار، ممكن يمرق معك معلومة تحس هاي العالم بحاجة إنها تعرفها أو انترستد إنها تعرفها. ما الناس على السوشيال ميديا شو بدها؟ أنا مثلا إذا بتابع دايتيشن، شو بهمني أعرف منه؟ شو الشي اللي بيفيدني صحيا، بقوي لي مناعتي، بيحسن لي بشرتي كذا. معلومات كتير بسيطة، يعني بيستوهموا الكونتنت، بس هو أبسط من هيك. أبسط من هيك. أنتوا شو العالم بحاجة لإلها باختصاصكم، طلعوا احكوا عنها. ما ضروري تكونوا مثاليين. طيب والتميز، يعني انت لحتى كمان لحتى مش بس لحتى تنجحي، لحتى تنجحي ولحتى تحافظي على نجاحك وتضلك مستمرة بهذا النجاح، بدك تكوني متميزة بشيء. انك ما تكوني متصنعة، بس هي تكوني هي كلها بتودي على نفس الطريق. بس ما تكوني متصنعة. اوتوماتيكلي شوف الناس ما بقى، يعني كل العالم صارت تقدر تميز. صح. يعني ما فيكي انت تطلعي تكون ما عندك خبرة بهيدا المجال تطلعي تدعي الخبرة. العالم رح تقدر تعرف اذا قدرتي انت شوي نعطيهم على السوشيال ميديا، لما يقعدوا معك رح يعرفوا انه انت لا منك هيك. فمشان هيك اختصروا الموضوع. اذا انتم لقي حالكم بدكم وقت لتصير عندكم خبرة تقنعوا العالم، احكوا بأشياء تعرفوها. حلو. أو احكوا بمعلومات أوكي حتى لو موجودة على الإنترنت، صيغوها بطريقة تانية إنه تكون شوي انترستد. ويمكن مش هلأ الوقت إنه تطلعوا كمان. بس أنا النصيحة اللي إلي، إذا أنتم ما حتكونوا على طبيعتكم العالم ما رح تحبكم. هيدا السر إنه يطلع الواحد. يعني أنا كتير بحكي عن أغلاط وقعت فيها صح. عادي انه طب شو انا كمان الناس بتحب غلطت كتير بمجالي يعني. وتعلمت. حلو كتير. طيب نادين، انا كتير استمتعت بالحديث، انا كمان بدي منك هيك رسالة أخيرة نختصر فيها هيك تقريبا كل اللي قلناه اليوم. وأكيد المستمعين حابين يسمعوا هالرسالة هيك أكيد. تكون مركزة وموجهة. رسالتي هي فعلا أنا دايما بقولها، الأوقات اللي أنتوا بتشوفوها صعبة أو قاسية عليكم، أكتر أوقات هي يكونوا فيها قوية وجامدين. ما تستسلموا، لأنه هول الأوقات اللي حيصنعوا منكم شخص أنتوا بعدين حتقولوا لنفسكم شكرا إنه أنا ما استسلمت حتى لو أخذت شوية وقت. الناس اللي حابين ينطلقوا بشغل لإلهم كل شيء وله وقته. مش معناتها انه غيركم هلأ مبلش معناتها انتو مقصرين او انتو فاشلين. لا، كل شيء وله وقته. حطوا البلان ورح توصلوا له. ودايما امنوا بحالكم، لانه كل واحد عنده شيء مميز بحاله. اذا انتو ما اكتشفتوه غيركم يمكن يدورلكم عليه. وكونوا على طبيعتكم، هيدي اهم شيء، لانه العالم حتحبكم لنفسكم، مش رح تحبكم لأنه أنتوا صورتكم مثالية أو دايما بيرفكت. بيرفكشن مش موجود بالحياة. بدي أشكرك على الرسالة الحلوة واللي بتنفع كل الناس، مش بس الناس المتخصصين بمجالك. بشكر عن جد. وانا كمان بدي اقول ثانك يو سوسن على كان كتير سلس الحديث. قطع الوقت وانا دايما بحب احكي تجربتي المتواضعه، يعني مش ما العالم يفكروا انه عم نعطي دروس، بس انا بتعلم من كتير ناس بفيدوني، وبحب والتجاربي لبلكي فدت ولو شخص واحد. أنا بشكرك نيابة عن المستمعين، وإن شاء الله بيكون لنا لقاء تاني إن شاء الله. بدي كمان مستمعينا أشكركم على متابعتكم. بدي أشكر دانا جمعة وتروى كمان الأسبوع اللي جاي بفقرة جديدة، وبدي لكم رمضان كريم وكمان صيام مقبول، وإلى اللقاء الأسبوع القادم مع غير حياتي.
بالحياة لحظة ممكن تغير حياتك، يمكن فكرة، يمكن شخص، زواج، يمكن موت، كلمة أو غنية أو لحظة ضعف، فرصة عمل، يمكن شغف أو قرار. غير حياتي الساعة 11 عبر أثير صوت الحرية، معي أنا سوسن بوكرو.